السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي. وصفة تاع اليوم هذا المقروط بريستيج بطريقة سهلة ويجي بزاف بنين ويجي شكله بزاف راقي. راح نمدلكم هذه الوصفة بطريقة سهلة وينجح معكم من أول مرة. إذا عجبتكم الوصفة ما تنسوش الضغط على زر اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس هكذا باش تتوصلوا بكل الوصفات. لهذا الوصفة نحتاج سميد اللي يكون متوسط. لازم يكون سميد مليح، ما يكونش خشين تاع القلب اللوز وما يكونش رقيق. راح ندير 3 كيلات اللي يكونوا ممسوحين وانتم ديروا اي كيلة تحبوها. زيد اليوم 4 كيلة فارينة مع ملعقة كبيرة سكر عادي. هذا السكر هو اللي راح يعطينا اللون الذهبي للمقروط تاعنا، مع نصف ملعقة ملح وانتم ديروا الملح على حسب الكمية تاع السميد تاعكم. نخلطوا كامل المكونات الجافة غير باليد بهذا الشكل حتى يجانسونا كامل. لازم بنفس الكيلة اللي كيلتو بها تكملوا كامل المكونات تاعكم. وهنا جبت السمن تاعي اللي كنت ذوبته وخليته يبرد. نديرو كيلة ناقصة اصبع ونكملو نعمرو الكيلة تاعنا بالزيت حتى لاخر الكيلة تاعنا. ما تخلوش حتى يسيح، لازم يكون قد الكيلة قد اللي كينا بها سميد. لازم السمن تاعكم يكون بارد، ما ديروش سخون. هذه الملاحظة لازم تديروها في بالكم باه ما يتحرقش معاكم السميد ويولي ما يتشربش معاكم بالعسل ويجيكم المقروط خاسر. وندخلو كامل المكونات بهذا الشكل باليد برك هكذا حتى يجانسونا كامل مع ملعقة تاع لافاني. انا درت ملعقة لافاني اللي تكون سائلة، وانتوما اللي درتو البودرة ديروها في المرحلة الاولى تاع النواشف. وهنا نبداو نحكو في السميد تاعنا غير بالكف تاع اليد بهذه الطريقة، ما نطولوش عليه غير واحد 2 دقائق فقط. بهذا الشكل عقبوا كامل الكمية تاع السميد ومحروها بيديكم بهذه الطريقة باش يتبسس معكم كامل السميد. وهنا كي تجيو تشكلوا كورية بهذا الشكل كيما راكم تشاهدوا، هزوا كمية من السميد ديروها في اليد وبقاو ديروا هكذا. كي تتشكل معكم كرية بهذا الشكل متماسكة عرفوا باللي السميد تاعكم خلاص تبسس. نغطيوها ونخليوها على جهة، خليوها يبات ليلة كاملة. هنا نروحو للحشو تاعنا. جبت تمر وزدتلو كمية من الجلجلان اللي يكون محمص. لازم الجلجلان تاعكم يكون محمص مع ملعقة من السمن، ونبداو ندخلو فيه بهذه الطريقة بحرارة اليد دوك تذوب معنا ذاك السمن. بهذا الشكل دخلو كامل الجلجلان في الغرس تاعكم. كي تشوفوه تجانس هكذا تجيو المزهر وبداو تفرغوا عليه بهذه الطريقة غير بشوية باش ينطم معاكم بهذه الطريقة ويولي الحشو طري باش يجيكم متجانس مع الحشو مع العجينة تاعكم. لازم تخدموا التمر تاعكم مليح باش يجيكم طري. وهنا زدتلو كمية من الزيت باش يولي طري معانا ويجي قوام ليس. وهنا نروحو نكيلو الحبات تاعنا نجيبو تمر ونديرو 12 غرام من التمر ونشكلوها على شكل كرية هكذا ونحطوها على جهة، ونكمل كامل الكمية اللي عندي بنفس الطريقة هكذا ونغطوهم بالبابي فيلم ونخليهم على جهة. وهنا بعد ما الخليط تاعنا بات ليلة كاملة نجيبو هنا كيلة غير ربع تاع الماء ونكملو نعمروها بالماء الزهر بهذه الطريقة حتى تكمل معانا كيلة بهذا الشكل. ونفرغوها في ريسيبيون بهذه الطريقة. مع انا ضفت لها مركز ماء الزهر، ملعقة صغيرة مركز ماء الزهر اللي راح يعطيها النكهة والرائحة العجينة تاعكم. وهكذا نبداو نبسو في العجينة تاعنا شوية قبل ما نبداو نفرغو لها في الماء. نزيدو نحكوها غير باليد بهذه الطريقة 2 دقائق فقط باش تتلقى معنا العجينة. وهنا نبداو نرشو فيها بالماء بهذه الطريقة ونحركو غير بيدينا كيما راكم تشاهدوا هكذا. مع نزيدو شوية تاع ماء وانتوما راكم تخلطوا وتزيدوا في الماء بشوية، ما تزيدوش الماء بالبزاف باش ما تغلبكمش العجينة وتجيكم سايحة بزاف. هكذا بشوية وطموهم غير باليد
وهنا نخليو العجينة تاعنا كي تشوفوها تشمخت مليح، خلوها 5 دقايق ما تمسوهاش، خليوها هكذا على العجين. ومن بعد كي تفوت ذيك ال5 دقايق نزيدو نجيو نرشو عليها الماء بهذه الطريقة حتى تنطم معنا عجينة طرية ومتماسكة بهذا الشكل. هكذا كيما راكم تشاهدوا طموا العجينة تاعكم غير بالاصابع اليد ما تعجنوهاش كما راه موضح في الفيديو. راني خليت لكم هنا الفيديو طويل باش تشاهدوا الطريقة بالتفصيل. هكذا بهذا الشكل وانتم تضغطوا بالاصابع اليد على العجينة تاعكم بهذه الطريقة وتطموا العجينة حتى تبدأ تتشكل معاكم عجينة طرية كما راه في الفيديو. تشوفوا العجينة تاعكم مش طرية ديروا لها هذه الطريقة وبقاو تضيفوا بالماء غير بالتدريج بشوية تاع الماء باش ما تسيحش معاكم. كي تشوفوها هكذا ولات عجينة طرية مش تتلاصق في اليد خليو عليها على جهة وهكذا تكون العجينة تاعنا وجدت. روحوا نخدموا بها ديريكت. كون تخليوها راح تنشف معاكم وتعاود تشرب وما تجيكمش كامل مليحة. وهنا نبداو نشكلو في كريات اللي يكون الوزن تاعهم 35 وشكلو كريات بهذا الشكل وخليوهم على جهة. لازم عليكم تخدموا هذه العملية بسرعة هكذا بهذه الطريقة وحطوهم على جهة. وهنا زدت شكلت معاكم كرية بنفس الطريقة 35 الوزن باش تجيكم حبة متحوفة مع وزن التمر اللي يكون 12 جرام بهذا الشكل وتجيكم حبة كاملة وتجيكم حبة متحوفة. تجيكم كمية التمر مع كمية العجين تجيكم سوا. وهنا نجيبو المول تاعنا اللي راح نخدمو بيه ندهنوه بشوية تاع الزيت بهذا الشكل ونجو نهزو العجينة تاعنا نبسطوها هكذا بهذا الشكل غير بالاصبع في الوسط بهذه الطريقة باش نحشو فيها تمر. بسطوها غير بالعقل باش تجيكم طبقة تكون متوسطة. حطوا عليها تمر تاعكم وبداو تغطيو فيه بهذه الطريقة ودوروا باليد باش تشكل معاكم كرية. انا هنا كنت سرعت الفيديو لاني كنت غير نشكل في كرية وانتوما ديروا هذه العملية غير بعقلكم. وهنا نروحوا نحطوا العجينة تاعنا في المول بهذا الشكل. نجيبوا المول تاعنا ونحطوها على الطاولة ونضغطوا بالمول تاعنا بهذا الشكل. لازم هذه العملية تديروها على مستوى طابلة اللي تكون مستوية باش تجيكم العملية سهلة وتجيكم متحوفة الحبة بهذه الطريقة. ونجيو ننزعوها بهذا الشكل. ديروا العجينة تاعكم غير بالعقل جبدوها غير بشوية بهذا الشكل لانها راهي طرية بهذا الشكل. اجبدوا نحيوها من المول تاعكم. شوفوا كيفاش جات معايا الحبة جات حبة متحوفة وجات بزاف باهية. حطوها على جهة وشعلوا لها الفور على 180 درجة وحطوها في الرف الثاني في الفور. كي تحمار معاكم من الجوانب شعلوا لها من الفوق حتى تحمار وتاخذ اللون الذهبي ونطفيو عليها. وهنا بعد ما كان طاب المقروط تاعي ودالي اللون الذهبي نجو نحطوه وهو سخون نحطوه في العسل اللي يكون حامي. شوفوا كيفاش دالي ذيك التحميرة الشابة. حطوه في العسل. المقروط تاعكم لازم يكون سخون والعسل تاعكم لازم يكون بارد بهذه الطريقة. خلوه ياخذ وقته في التعسل باش يجيكم معسل للقلب. هذه الوصفة سهلة وسريعة لازم عليكم تجربوها. خليوه يتعسل مليح. انا نحب نعسل المقروط تاعي 2 خطرات. المرة الاولى كي يكون سخون والمرة الثانية نسخن غير العسل تاعي ونحطو المقروط تاعي يتعسل ونعطيولو الوقت تاعو باه يتعسل مليح. وهنا درت كمية من العسل مع ملعقة صغيرة جلوكوز باش يتلصقوا معايا الحبات مليح في الحبة تاعي وما يطيروش. بهذه الطريقة انا زينتهم بالجوز واللوز بهذا الشكل. حطوا الحبة تاعي هكذا فينيوها. وهنا كان عندي كمية من البيستاش اللي يكون مرحي في المتوسط
ودرت رشة خفيفة من الفوق. وهكذا نكونوا كملنا الوصفة تاعنا. اذا عجبتكم ما تنسوش الضغط على زر اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس هكذا باش تتوصلوا في كل الوصفات.